هنعمل مع بعض النهارده شويه شاور تحفه. تاخدي الفيديو بتاع النهارده وتنفذيه كمشروع تجاري، ولو مش حابه هتعمليه لحضرتك في البيت، واوعدك انك عمرك ما استخدمتي قبل كده شاور بالجمال ده ولا بالروعه دي. فيديو النهارده هنستخدم فيه مكون انا ما استخدمتهوش قبل كده، مكون عالي جدا جدا في ترطيب البشره او الشعر. ان شاء الله هنشتغل على 6 لتر النهارده، وكل المكونات متوفره، وهسيب لحضراتكم رقم تليفون التواصل اثناء الفيديو ما هو شغال. ولو اول مره بتشوفوني، انا اميره شعراوي ودي قناتي قناه ميرو شعراوي. هعملها لازم ادوب التكسبون الاول في الميه قبل ما اشتغل بيه. كلنا عارفين ان التكسبون ماده رغويه بعتمد عليها بشكل كامل في صناعه الرغوه في كل المنظفات. التكسبون بيكون جل زي ما حضراتكم شايفينه وملهوش بديل. محتاجه في وصفه النهارده 600 جرام من التكسبون. الافضل ان حضرتك تبيتيه من قبليها بليله في الميه، او ان حضرتك تحطي عليه ميه دافيه وتفضلي رايحه جايه تقلبي فيه، او ان حضرتك تدوبيه بالملح. بس انا ما بفضلش الطريقه دي. نزلت ب 600 جرام من التكسبون ونزلت بلتر من الميه، وخدي بالك ان كل السوائل اللي احنا بنحطها مخصومه من الكميه اللي احنا هنعملها النهارده. شايفين حضراتكم بيكون لازج جدا وما بيدوبش بسهوله في الميه، عشان كده بقول لحضرتك دوبيه من قبلها بليله. هبدا اجيب الحاجه اللي هشتغل فيها، ويا ريت تكون مغسوله ومتعقمه كويس. نروح بقى ندوب بالملح الخشن او الملح الصخري، لان احنا عارفين ان هو بياخد شويه وقت على ما يدوب. بفضل الملح الصخري او الملح الخشن في عمل كل انواع المنظفات، علشان بيكون خالي من اليود وبيديني نتيجه افضل. على فكره هو متوفر جدا عند كل العطارين، يعني مفيش اي مشكله ان حضرتك تلاقيه. طبعا لو حضرتك حابه بدل ما تنقعيه وتفضلي تقلبي فيه انك تضربيه ضربتين كده في مطحنه التوابل، مفيش اي مشكله. انا نزلت عليه بنص لتر من الميه المغليه وقعدت اقلب فيه كده طول ما انا بعمل الشاور علشان يدوب معايا بسهوله. يلا ننزل ب3 لتر من الميه. يا ريت تكوني حضرتك غاليه الميه وسايبه لحد ما تبرد، او واخداها من الفلتر. وفي كل الاحوال احنا هنستخدم اديتر النهارده. طبعا اكيد حضرتك عارفه ان كل السوائل اللي بنستخدمها مخصومه من المقدار الكلي بتاع المنتج او الحاجه اللي انا عايزه اعملها. يلا بقى نروح نحط الاديتر او منقي الميه. بستخدم جرام واحد من الاديتا لكل لتر ميه. الاديتا بتنقي الميه من الاملاح والكالسيوم والشوائب. طبعا لو مش متوفره عند حضرتك مش معناها انك مش هتعرفي تعملي الحاجه، بس الافضل انك تستخدميها علشان لا قدر الله المنتج ما يتعرضش لعفونه. سيبي الاديتا تتفاعل مع الميه حوالي 10 دقائق قبل ما تكملي شغل. دلوقتي هننزل بملح الليمون علشان ننزل البي اتش. بي اتش ازاي واحنا مش هنستخدم صودا كاويه؟ احنا النهارده هنستخدم كمبرلان، وحضراتكم عارفين ان الكمبرلان من الحاجات اللي بترفع البي اتش. نزلت برضو ب6 جرام من ملح الليمون. طبعا في الوصفات التجاري اهم حاجه التقليب. يعني انا عايزه اقول لحضراتكم ان انا بقفل الكاميرا وبقعد اقلب مش اقل من 3 دقائق او 4 دقائق في كل حاجه بنزل فيها علشان استفيد منها. خلاص بعد ما دوبت ملح الليمون والاديتا، دلوقتي هنزل بال 600 جرام من التكسبون اللي انا كنت مدوباهم في لتر من الميه من قبلها بليله. الحقيقه في اللحظه دي كنت متخوفه جدا جدا للدور اللي انا شغاله فيه ما يكفيش الكميه، او حتى ان انا ما اعرفش اقلب. فيا ريت حضرتك لما تيجي تشتغلي في حاجه كبيره علشان حضرتك تقلبي براحتك. هننزل بالكمبرلان، الماده مسؤوله عن الرغوه والشفافيه واللزوجه. هنزل ب 130 جرام من الكمبرلان، وليه اسم تاني الكيدي. الكمبرلان من المواد اللي مسؤولة عن اللزوجة وكمان الشفافية وكمان الرغوة. هو بيكون لونه أصفر وملوش ريحة، والحقيقة ما ينفعش ان انا استغنى عنه نهائي، لا في الصابون السائل ولا في البرسيل جل ولا في الشاور جل. على طول هننزل بالبي بي 4 او معزز الرغوة او الكوكو بيتاين. الثلاثة اسماء لمنتج واحد، وهو مسؤول بشكل كبير عن الرغوة. يعتبر احد مشتقات زيوت جوز الهند، وبيكون لونه اصفر زي ما حضراتكم شايفين كده. هنزل دلوقتي ب 130 جرام من البيبي 4 او الكوكو بيتاين او معزز الرغوه ورا الكمبرلان على طول، وهقلب كويس جدا. طبعا ال 130 لو حضرتك عايز تخليهم 100 يعني مفيش مشكله كبيره، لو حضرتك عايز تخليهم 150 برضو مفيش مشكله كبيره، اهم حاجه تقلبي كويس. ودلوقتي هننزل باكسيد الامين. في ناس كتير بتعمل الشاور بدون ما تستخدم اكسيد الامين، بس اوعدك انك لو استخدمتيه هيوديلك الشاور في حته تانية. هحتاج 130 جرام من اكسيد الامين، وفي ليه اسم تاني الدوكس. فايدة اكسيد الامين بيعتبر مثبت للرغوة وكمان رافع قوام ولزوجة. كلام على الترطيب العالي في الشعر وفي البشرة، وطالما اتكلمنا عن الترطيب يبقى على طول بنتكلم عن البي كيو 7 او البي كيو 10 او البولي كواتونيرام 7. هحتاج من البي كيو 7
60 جرام، يعني 10 جرام لكل لتر. واخدين بال حضراتكم؟ هو بيبقى لزج جدا جدا وبيبقى شفاف كده. ويا ريت حضرتك وانتي بتنزلي الحاجات من الكوبايات بقى او العلب اللي انتي بتعرفيها ما تسيبيش ولا جرام علشان تكون الوصفة بتاعتك مظبوطة. طبعا بما انه لزج جدا هياخد معايا وقت شوية علشان يدوب في المية. كنت محتارة جدا اعمل الشاور النهاردة بريحة ايه، بينك شوجر ولا دوف ولا كاسيليا، بوكيت روز، سهر الليالي، انتعاش الطاقة، ولا لافندر. شكرا، كنت متأكدة ان انتوا هتقولوا مروج. وطبعا متفقين علشان الريحة تدوب معايا وتثبت كويس بنخلطها بمقدار الجليسرين اللي انا هستخدمه النهاردة في الشاور جيل. هستخدم زيت عطري قد ايه؟ من اول 2 جرام ونص لكل لتر لحد 5 جرام، بس يا ريت ما تزوديش عن كده علشان الزيت العطري لو زاد عن كده ممكن يفصل الحاجة اللي انت بتعمليها او المنتج اللي انت بتعمليه. طيب بالنسبة للجليسرين معايا 60 جرام، يعني 10 جرام لكل لتر من الشاور. 10 جرام من الجليسرين لكل لتر من الشاور، وانا هاخد يعني من 2 جرام ونص او 3 جرام لكل لتر، يعني معايا 30 جرام من الزيت العطري حطهم على 60 جرام من الجليسرين وهقلبهم مع بعض كويس جدا. شايفين حضراتكم تحسوا ان في زي فتل كده، وده معناه ان لسه الشاور بتاعي محتاج ان هو يتقلب كويس جدا جدا. طبعا متأكدة ان السؤال اللي حضراتكم كلكم هتسألوه دلوقتي، اللتر تكلف كام؟ والله يا جماعة من اصعب الاسئلة اللي ممكن اتسألها بصراحة، بس انا ما بحسبش، لان انا حضراتكم عارفين ان انا يعني بشتغل في الكميات الكبيره، فحته ان انا اقول لك دي 20 جرام وده 30 جرام والجرام بكام صعبه. بس انا يعني اعتقد ان اللتر هنا مش هيتكلف على حضرتك اكتر من 30 جنيه علشان تعمليه وتبيعيه. ما ينفعش تبيعيه اقل من 70 جنيه نهائي، لان حضرتك مستخدمه مكونات الحقيقه فعاله ومش رخيصه، يعني اكسيد الامين، يعني البي كيو 7 من الحاجات اللي بتدي ترطيب عالي قوي قوي، فحرام تبيعي اللتر. هو شوفي اصلا اللتر الشاور بره بيتباع بكام؟ ده الازازه، يعني مش عايزين نقول اسماء علشان ما نخشش بقى في مسألات والكلام ده كله. الازازه بتبقى تقريبا 300 ملي وبتتباع بحاجه و40 وبحاجه و50. فزي ما حضرتك بتدي للعميل منتج محترم، يبقى برضو حضرتك تاخدي حقك. طيب انا هنا نزلت كل الشاور اللي كان موجود في العلبه اللي انا شغاله فيها، وبصوا مش مخليه حاجه خالص لحد اخر نقطه. شايفين حضراتكم العلبه هي فاضيه خالص. عايزه بقى اوريكم الرغوه عامله ازاي، وما شاء الله لونه تحفه، رغوته تحفه، جودته تحفه، يعني بجد اتمنى ان حضرتك تجربي الوصفه دي. عملنا مع بعض النهارده 6 لتر من الشاور جيل عالي الجوده، ويا رب تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا. هسيب لحضراتكم رقم التليفون، عندنا شحن جميع الخامات لكل المحافظات. كنت معاكم أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي.